مساء الخير. الجولة الثانية من بطولة الدوري العام الممتاز لموسم 2025-2026. البطولة الأغرب واللي الناس كلها مستغرباها، بطولة من 21 فرقة. كل جولة هيبقى فيها فرقة ما بتلعبش أو فرقة باي زي ما بيقولوا. الجولة دي بدأت يوم الخميس بفوز النادي المصري على طلائع الجيش، وده كان الماتش الأهم، فوز 3-0. والمصري ليه شكل في الملعب. أنا شفت بعض اللقطات او يعني تابعت من بعيد كده الماتش. لا، المصري عنده فرقه محترمه وبيلعب كره محترمه، ولكن ده مش مقياس، لان المصري برضو بدا الموسم اللي فات بنفس الطريقه. قعد يكسب ماتشات في الاول وكل توقع المصري هيكمل، لكن ما بيكمل، الفرقه دي ما بتكملش. نروح لماتشنا النهارده، وهو ماتش من اتنين، ماتش الاهلي وفاركو اللي اتلعب امبارح. انا يمكن بعتذر ان انا ما طلعتش امبارح، وقلت استنى لما بعد ماتش الزمالك ومقاولين عشان اخد لك الماتشين باكج مع بعض مره واحده. سريعا وفي نقط سريعه، انا مش هتكلم عن الماتش، انا هكلمك على بعض الملحوظات الفنيه اللي انا شفتها. اول حاجه، السوشيال ميديا كلها كانت بتتكلم على ان ازاي اليو ديانج ما بيلعبش، فاليو ديانج لعب امبارح. كل السوشيال ميديا كانت بتتكلم امبارح ليه بن شرقي قاعد، او ليه ما بيلعبش، او ليه بياخد، او سوري، بياخد دقائق قليله. فبن شرقي بدا المباراه، الاهلي بدا بمصطفى شوبير. ودي الحاجه الاحسن لي، ان لقيت المدير الفني من المميزات القليله جدا ليه بالنسبه لي انا، انه كان عنده الجرأه انه انه يقعد الشناوي الدكه لتاني ماتش على التوالي. بدأ مصطفى شوبير، ياسين مرعي، ومعاه اشرف داري، باك يمين محمد هاني، باك شمال كريم فؤاد. ودي كانت التغيير عن ماتش مودرن اللي كان بادئ بمحمد شكري. نص الملعب اليو ديانج وحيدا شريدا بيلعب رقم 6، معاه زيزو رقم 8، محمد علي بن رمضان الثمانية متقدم، او تقدر تقول عليه بيزيد للمركز رقم 10 كمان. اطراف ملعب، على اليمين تريزيجيه، على الشمال اشرف بن شرقي، في النص محمد شريف. الماتش بدأ بشكل سريع، الاهلي قدر يجيب الجول الاولاني عن طريق محمد شريف، قدر يجيب الجول الثاني عن طريق احمد السيد زيزو، اللي قدر انه يخترق من نص ملعب. هو بياخد حرية الحركة، او بيعمل الادوار اللي كان بيعملها امام عاشور، بس بشكل مختلف شوية. بيعمل 1 2 ممتازة مع محمد علي بن رمضان الموسيقار، عازف الليل. بيفكرني بلمسات كده مسعود اوزيل كده شوية. اللعيب الراسي الرايق اللي بيبقى عنده القرار قبل ما تجيله الكوره. فهو بالتالي قدر انه يصنع الجول الثاني. واحمد سيد زيزو مميز في الاختراقات، او بمعنى صح، هو احنا اكتشفناه في مركز جديد، وهو مركز رقم 8 او 10، اللعيب خط الوسط اللي بيجي من خلف الامام. يعني يمكن روبيرو حرره شويه من الوينجر للعيب خط الوسط اللي بيجي بمساحات اللي هو محتاجها. الجول التاني للاهلي 100 فول و14 25 دقيقه. مش هقول لك الاداء جامد، بس الاهلي مسيطر على كل متر في الارض باقل مجهود. فاركو حاول شويه، الاداء الاهلي قل بعد نص ساعه. وفاركو بدا، يعني مش هقول لك انه يمسك الكره ويعمل خطوره، ولكن بدا يناوش شويه، بدا يدخل في الجيم شويه. وهنا الواحد بيتضايق ان انت عندك فرصه انك تركب الماتش كمان وكمان. يعني اذا هبت رياحك فاغتنمها. وده ما بيحصلش مع اللعيبه دي. تحس ان اللعيبه بيتوفر مجهودها لايه، انا مش عارف ليه بيلعبوا باداء تجاري، اللي هو جبت جول والتاني وخلاص وهصير الماتش زي ما انا عايز. مش فاهم بصراحه. بيخلص الشوط الاولاني، يبتدي الشوط التاني، الاهلي مستواه بينزل اكتر واكتر، فاركو بيدخل الجيم اكتر واكتر. آه، اشرف بن شرقي بيصنع جول لزيزو برضو اللي بيدخل من الخلف للامام. ومش قادر اقول لك ان الاداء الاهلي مقنع، لان بصراحه شديده في لعيبه هي بالنسبه لي علامات استفهام، منهم اشرف بن شرقي. يعني صنع جول، بس في حاجه غلط، هو مش قادر لسه يتكيف مع الاهلي. في قرارات كتير بياخدها غلط، في كور كتير بتبقى سهله بيطلع بيها الاوت، ما بيعرفش يستلمها. تحس ان اللعيب متكلبش في الملعب، مش بيلعب بانسيابيه، مش بيلعب باريحيه. تحس ان في حاجه غلط. اليو ديانج لوحده تماما تماما، ما حدش بيضغط مع اليو ديانج على افتكاك الكوره. تحس ان اليو ديانج بيلعب الكلب الحرام يعني. ودي خطه في منتهى الخطوره. لزيزو عنده القدرات اللي هو يرجع ويدافع ويبقى لعيب وسط يعني رخم، يدخل ويفتك ويلتحم من كل الكلام ده. ومحمد علي بن رمضان بيلعب بالشوكه والسكينه، وبيلعب على الرايق، ولعيب جامد وكل حاجه، لكن في يعني
فراغ في المنطقه اللي هي منطقه نص ملعب او عمق الاهلي فيه مشكله من كوره ملهاش اي معنى، ملهاش اي 30 لازمه. بتيجي كوره في منتهى الخطوره لفاركو عن طريق ان الاهلي برضو بيحاول يبني كوره من تحت لقدام، بيضغط على الاهلي، بتتقطع الكوره، تتلعب بالعرض، تيجي الكوره في القائم، بترد، بتحصل دربكه، بترجع من محمد هاني. اغرب جول شفته في حياتي دخل النادي الاهلي، بترجع محمد هاني بيرجعها بشكل عشوائي وغلط وفيها يعني يعني مش عارف اقول ايه، قله خبره، مش عارف. مصطفى شوبير بيحاول يلحق الكوره من الكورنر، بترد لمحمد فخري لاعب فاركو اللي بيحطها في الجول ويتحسب جول 3-1. جول ملوش اي 30 لازمه خالص. وهنا كارثه في الاهلي ان انت عمال تستقبل اهداف. يعني انت الماتشات الرسميه للاهلي، ماتش انتر ميامي ما استقبلتش اهداف، لكن كنت هتستقبل لولا التألق بتاع الشناوي والحظ. ماتش بالميراس استقبلت اهداف، ماتش بورتو استقبلت اهداف، دي ماتشات رسميه، بعد ذلك ماتشات رسميه. ماتش مودرن سبورت استقبلت اهداف، ماتش فاركو استقبلت اهداف. بتستقبل اهداف من فرق قويه، من فرق ضعيفه، انت دفاعك مباح وعمقك مخترق بشكل بشع، بشكل بشع. واصرار المدرب على انه يفضل مكمل بنفس الطريقه وما يلاقيش حلول للاخطاء الدفاعيه دي كارثه في حد ذاتها. من هنا لهنا محمد هاني بيعمل ثرو باس لجراديشار اللي بينزل مكان شريف المختفي. برضه محمد شريف تحس انه بيلم الكور اللي هي ايه، بتيجي باي ميستيك، كوره كده معديه يقوم لاطشها بتاع، لكن ما بينزلش مراحل تحضير اللعبه، ما بيساعدش في بناء الهجمه. تحس ان لعيبه خط الوسط او الاطراف وتحتهم مثلا يعني اطراف الملعب تريزيجيه وبن شرقي، تحتهم زيزو ومحمد علي بن رمضان، هم اللي عايزين يعملوا كل الشغل، هم اللي عايزين ياخدوا كل الشغل. محمد شريف واقف في المناطق الخلفيه للخصم، بيحاول بس ان هو ايه يتمركز بالشكل الصحيح، يبقى موجود في حاله ان الكره جت يقدر يحطها جول. وده بان لك قوي في الجول الاولاني. جراديشار بينزل، وجراديشار عنده احسن من كده، بياخد انفراد مش تسلل، بيرقص محمد سعيد شيكا جول فاركو، بيحطها الجول الرابع، والماتش اكلينيكيا مات. لكن انت كنادي اهلي لا ادائك مقنع، في لعيبه كتيره جدا عليها علامات استفهام. كريم فؤاد امبارح ما كانش احسن حالا. اشرف داري نصاب، نصاب كوره، يعني مش هي الصفقه اللي انت تنتظر منها الكتير. اشرف بن شرقي مستواه بصراحه بالنسبه لي صدمه. يمكن ناس بتشيد بيه، انا مش شايف كده، انا مقتنع ان اشرف بن شرقي عنده احسن من كده بكتير. واخيرا وقلب الاسد، نصيب الاسد، اسف، نصيب الاسد من الانتقاد بالنسبه لي هو محمود حسن تريزيجيه، اللي ما شفتلوش قرار صح في الماتش بصراحه. ومستواه بالنسبه لي سواء لعب يمين او لعب شمال هو صادم بالمره. محمد هاني في اخر الجيم بياخد كارت احمر. محمد هاني هو بطل الليله، عمل اسيستين، تسبب في جول، وخد كارت احمر. انا ما بقتش فاهمه، ما بقتش عارفه، مش عارف احكم عليه. الاهلي عنده مشاكل دفاعيه بالجمله، مشاكل في عمق الملعب، مشاكل في المدير الفني اللي لحد النهارده مش قادر يكتشف اللعيبه ومش قادر يحط ايده على اللعيبه، وهو بقاله اكتر من شهرين مع الفرقه. مش عارف، يعني انا مش مقتنع بريبيرو ولا مقتنع انه يصلح انه يقود النادي الاهلي. والمدير الفني بيبان، وما تقوليش اصل محتاج وقته، بيبان بصمه حقيقيه، بيبان بكوره. وليك في جوزيه جوميز عبره في كده. ده هاجله الماتش الزمالك، استناني دقيقتين 3 كمان بيخلص ماتش الاهلي. الاهلي هيريح الجوله اللي جايه وهيلعب الجوله اللي بعدها، هيلاعب المحله في المحله. مش متفائل بالاهلي، مش متفائل بكثره الاسطوات بالشكل ده. لو قارنا ما بين الجيل الذهبي للاهلي والجيل ده، الجيل ده اللعيبه جايه نجوم قوي، اللعيبه جايه نجوم قوي. زيزو جاي في البيك ونجم قوي، محمد علي بن رمضان جاي نجم قوي، اشرف بن شرقي جاي نجم قوي. اللعيبه دي فاضل، اللعيبه دي كلها يعني ما عدا بن رمضان، اشرف بن شرقي، زيزو، تريزيجيه، دول دخلوا ال 30 يعني في الرمق الاخير قبل الاعتزال، فجايين متشبعين نجوميه. عكس الجيل الذهبي بتاع ابو تريكه ظهر في الاهلي. بركات كان لعيب جامد في الاسماعيلي وطلع في الخليج
مستواه نزل وهبط وكان في شكوك كتير حواليه، فجاي عايز يرجع نفسه تاني الاهلي. امام متعب كان طالع من ناشئين الاهلي وهداف منتخب الشباب. شوف الدوافع. فلافيو جاي من بترو اتليكو في انجولا، شوف الدوافع، عايز يعمل تاريخ لنفسه. جilberto قبلها بكام سنه كان جاي من بترو اتليكو برده ما حدش كان يعرفه. عماد النحاس ما كانش نجم كبير قوي في الاسماعيلي، يعني كان لعيب كويس وكل حاجه وليبرو وكل حاجه، بس آه كان عنده دوافع انه يعمل اسم اعلى، لان الاسماعيلي وقتها كان فرقه كويسه، بس انت جايب سوبر ستار. دلوقتي انت كنت هنا جايب ستار. محمد عبد الوهاب الله يرحمه، محمد شوقي، كل اللعيبه دي كان عندها دوافع انها تعمل تاريخ لنفسها، كان عندها دوافع انها تبقى لعيبه جامده، وكل اللعيبه دي طلعت بنسق تصاعدي مع بعض، عكس لعيبه الاهلي اللي هم كلهم جايين بشوات، كلهم جايين نجوم. فمن هنا انا ارفض المقارنه بين الجيلين. الجيل ده مستريح اكتر بكتير كنجوميه وكشهره وكفلوس وككل حاجه. ماتش الاهلي بيخلص وقلنا عيوب الاهلي، ولسه هفكرك بيها وافكرك بكوارث هتحصل قدام. ندخل على ماتش الزمالك ومقاولين اللي لسه خلصان دلوقتي. خلصان 0-0 بين الزمالك ومقاولين. الدفاع الخرساني المسلح الحديدي اللي عامله محمد مكي لاعب حرس الحدود السابق، يعني انا اوعى عليه بس ناس كتير ما تعرفوش، كان لعيب جامد جدا بالمناسبه، وما خدش حظه لا اعلاميا طبعا ولا جماهيريا ولا اي حاجه. ماتش كله 90 دقيقة، 90 دقيقة عبارة عن محاولات من الزمالك بائسة، محاولات بائسة. الزمالك ما ظهرتش ليه خطورة حقيقية على 3 خشبات. تسديدة واحدة للاعب البرازيلي بتاعهم، انا مش فاكر، مش متذكر، بيسيرو تقريبا حاجة كده، وكرة أخيرة الونش بدماغه بره 3 خشبات. غير كده تحس ان المدير الفني تايه برضه. يعني برضه انا بقول لك مشكله الزمالك في حاجه، ان اللي بيجيب اللعيبه غير اللي بيلاعب اللعيبه، ومفيش لينك. تجربه جامده، تجربه جون ادوارد جامده، وفي الجول وصايعه، وجايب لعيبه جامده، واللعيبه لما بتشوفها على مستوى فردي حلو. كل اللعيبه اللي جابها الزمالك شكلها مبشر، سواء أوداي الدباغ لعيب قوي جامد وهيجي منه. ادهم كايت، ادم كايت برضه لعيب كويس. البرازيلي ده هو انا حاسه انه بتاع لقطه، بتاع حركات، هتلاقيه بس في الاول بيفرك وبتاع وكده، بس مش هيكمل. اعتقد انه مش هيكمل، وجهه نظري. عنده كوره ومهاره وكل حاجه، بس هيتهرش. وتخاف من البرازيليين في عشوائيتهم وعدم طموحهم وعدم احترافيتهم برضه بالمناسبه. الزمالك عنده مشكله ناصر ماهر وعبد الله السعيد، مين فيهم يلعب 10؟ ناصر ماهر ما ينفعش وينج، مين فيهم يلعب 10؟ الاثنين مع بعض في الملعب ما ينفعوش. كان كان جوزيه جوميز كان بيلاعب عبد الله السعيد 8، بيلاعب ناصر ماهر 10، وبيلاعب معاهم دونجا او شحاته لو كان سليم. لكن الماتش ده كله على بعضه انا بقول لك ان الزمالك بلا مدير فني حقيقي، مش عارف يحط ايده برده على اللعيبه اللي معاه. مش جاي بقاله كتير، وده تاني ماتش رسمي ليه وكل حاجه، ولكن هو مش عارف برضه يعمل انتجريشن ما بين اللعيبه. عمل معسكر، لعب ماتشات وديه، لعب ماتش في الدوري، كسب في اخر 10 دقائق ماتش سيراميكا، لان سيراميكا فرقه مفتحه اكتر، بتلعب كوره احسن. والجول الثاني بتاع شحاته الجول العالمي، احسن جول في الدوري السنه دي بلا جدال، بس ده جول ما بيجيش غير كل 10 سنين مره. فمن هنا انا بقول لك انه صعب انك انت تحكم على المدير الفني، ولكن الزمالك في خطر، والزمالك ما لقاش فرقه تهاجمه حتى الان. خلي بالك سيراميكا ما كانش سيراميكا اللي انت شفته السنه اللي فاتت، وما اعتقدش انه هيأدي بنفس القوه بتاعت السنه اللي فاتت. فاعتقد ان الزمالك محتاج اعاده حسابات، لانه لو لاعب فرقه بتلعب كره حقيقيه هيتضايق دفاعيا. عموما المنافسه هنا لسه ما بانتش. الاهلي زمالك بيراميدز كل واحد لعب ماتش كسب، كل واحد لعب ماتشين كسب ماتش بتاعت ماتش 4 نقط. الثلاث فرق مصري 6 نقط. الجوله اللي جايه يوم الخميس الزمالك هيلاعب مودرن سبورت، هنشوف الزمالك هيعمل ايه. الاهلي هيريح الجوله اللي جايه. عموما ده اللي كان عندنا النهارده من وجهه نظر فنيه بسيطه جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله، تصبحوا على خير، السلام عليكم.